لمن يسأل أين الله؟ ولماذا لا ينتقم لغزة؟ روى مسلم وأحمد والنسائي وأبو داود في حديث أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلوات ربي وسلامه عليه جاءه من أصحابه فقالوا: يا رسول الله، إنا لنجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به. فقال لهم الرسول صلوات ربي وسلامه عليه: أو قد وجدتموه؟ فقالوا: نعم. فقال لهم النبي: ذلك صريح الإيمان. الأزمات والفتن ملعب الشيطان وفرصة سانحة ليفسد على المؤمن إيمانه ويعبث بمقام الله في قلبه. ونحن في نهاية المطاف بشر، تخفى علينا حكمة الله جل في علاه في بعض الأمور، وليس لنا في الأمر إلا ما نشاهده. وتدور في العقل أسئلة يخاف المرء أن يتحدث بها فيدفعها بالاستغفار، وهذا ليس من نواقض الإيمان بل من كماله. فكلما غابت عنك الحكمة فسلم الأمر لصاحب الأمر، هو أعدل وأرحم من أن يراجع في قضائه أو أن يسأل عما قدره في ملكه، ونحن في النهاية عبيد في ملكه. سيقول لك الشيطان: أين الله عما يجري في غزة؟ ألا يغضب للأطفال وهم ينتشلون أشلاء من تحت الأنقاض؟ ألا ينتقم للنساء والصواريخ تبعثر أجسادهن؟ ما ذنب العجائز أن يقتلن؟ وما ذنب الشيوخ أن يسحلن؟ أليس الله بقادر على أن يعطل الطائرات ويلجم المدافع؟ أولا، هذه الدنيا دار امتحان وليست دار جزاء، والله هو الذي يسأل عبده فيما فعل فيما امتحنه به، لا العبد هو الذي يسأل ربه: لماذا امتحنتني في هذا؟ فلنتأدب ونحن نتحدث مع الله. ثانيا، إن الأشياء تؤخذ بمحصلتها النهائية لا بظرفها الحالي. ولو شاهدت فرعون وهو يلقي أبناء الماشطة في الزيت المغلي وتطفو عظامهم ويرميها معهم وتطفو عظامها، لسألت سؤال العبد المتلهف للانتقام: أين الله؟ ما ذنب هؤلاء الأطفال يقتلون بهذه البشاعة؟ ولماذا لا يدافع الله عن هذه المسكينة؟ ثم بعدها ماذا حدث؟ أطبق الله البحر على فرعون وهو خالد مخلد في النار. والماشطة وأولادها شم النبي صلوات ربي وسلامه عليه ريحهم في الجنة ليلة المعراج. ثالثا، إن الله سبحانه وتعالى يملي للظالم ثم يأخذه أخذ عزيز مقتدر. لكن من قال لك أن كل ظلم وعده الدنيا؟ فلما كان يوم القيامة إذن؟ ولأي شيء كان الصراط والميزان والحساب؟ ولأي شيء خلقت الجنة والنار؟ أصحاب الأخدود أحرقوا جميعا، وأنطق الله الرضيع ليقول لأمه: أثبتي فإنك على الحق، فخاضت غمار النار. ولم يحدثنا الله سبحانه وتعالى أنه انتقم لأصحاب الأخدود، لكنه سيفعل ذلك يوم القيامة. فالمعارك ليس بنتائجها الظاهرة، فإن ربحت كل الصراعات ثم ألقيت في النار فإنك خاسر، وإن سحقت وأحرقت وأنت على الحق فأنت فائز. رابعا، لو نفذ الله انتقامه على كل ظلم لانتفى مبدأ الامتحان في هذه الدنيا من أساسه. ولو ربح الحق في كل جولة في صراعه مع الباطل لامتلأت صفوفه بعبار النتائج. لكن الله أراد هذه الدنيا زلزالا للقلوب وصاعقة للمبادئ، فإن لم يكن عدوان وإجرام فكيف سيمتحن العباد بفريضة الجهاد وينقسمون إلى مجاهدين ومتخلفين وإلى مناصرين وإلى مخزلين وإلى منفقين في سبيل الله وباخلين في سبيل الشيطان. خامسا، ثم إن مخاض امرأة واحدة يصحبه طلق وألم ودم، والنتيجة إيش؟ طفل. فكيف بمخاض أمة كاملة؟ لو كنت في قريش حين أوتد أبو جهل لسمية في الأرض وربطها ثم أنفذ فيها حربته لقلت كما تقول الآن: أين الله؟ والآن أسألك أنت الآن: أين سمية؟ وأين أبو جهل؟ أخبرني، أين هم؟ ومن كان على الحق ومن كان على الباطل؟ وإنت في الوقت ذاك لو رأيت بلالا على رمضاء مكة والصخرة على صدره وأمية بن خلف يأمره بأن يذكر اللات وهبل وهو يردد ما بقي له من نفس: أحد أحد، هل كنت لتقول أين الله الأحد؟ وأني أسألك الآن: أين بلال وأين أمية؟ بلال هو الذي سمع النبي صلوات ربي وسلامه عليه خشخشة عليه في الجنة. ثم وإن كنت لا ترى من النصر إلا من كان في الدنيا، فإنت في الوقت ذاك لم تحسب أن نصرا سيأتي، لكنك تعلم الآن أن مكة قد فتحت ودخلها الذين يعذبون فيها من أبوابها الأربعة وفي وضح النهار. إن للرب الحكيم توقيته في الحوادث، إن فهمتها فألزم، وإن لم تفهمها فسلم. بارك الله فيك.